السلام عليكم. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل شوية قراقيش بالعجوة حكاية. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. يعني انت لو أول مرة بتعمليها هتعمليها مش هتاخد منك دقايق، هتكون جاهزة معاكي. تعالوا نشوف الجمال ده تعمل ازاي ونقول بسم الله. أول حاجة أنا معايا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من السمسم المحمص، ومعلقتين كبار من الشمر على اليانسون، ورشة من الملح مع نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا الكوباية هنا معانا موحدة لكل المكونات بتاعتنا. نزلت بعد ما قلبتهم كده المواد الجافة كلها مع بعض، نزلت بكوباية 3/4 سمنة على ربع زيت. وليه ربع زيت؟ عشان تطلع معانا القرقوشة مخرفشة كده وفيها قرمشة. السمنة تبقى اكتر شوية علشان تديكي نعومية للقراقيش بتاعتك. طبعا غلفت كل الدقيق بالسمنة اللي انا حطيتها. السمنة انا يدوب فكاها على البوتاجاز مسيحاها بس، مش قدحاها، لان المقدار اللي معايا هنا مش كتير. جبت بقى كوباية من المية الدافية، نزلت عليه بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو باكت من الخميرة الفورية. نزلت بيها على المكونات اللي أنا خلطتها كويس بالسمنة. زي ما انتوا شايفين هتبدأ في الأول هتكون سايحة معاكي. أول ما تبدأي خلط في المكونات دي بتلم العجينة وبتلاقيها بالشكل ده. حسيتي انها محتاجة شوية مية، ممكن تضيفي لها شوية صغيرين. خدت مني تقريبا ربع كوباية وأقل كمان، وكملت بيها كده عجن ولميتها. طبعا اتخلطت معايا وبقت طرية وزي الفل، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. لكن تريح. طبعا القراقيش ما بتخمرش، انا بركنها يا دوب ربع ساعة كده تريح بس معايا، لحد ما اجيب بقى الحشوة. نص كيلو من العجوة، عليه معلقة كبيرة من السمسم ومعلقة كبيرة من السمنة، وخلطتهم كويس. عايزة تضيفي إضافة القرفة ممكن، مش حابة خلاص. الطريقة دي بقى هتعجبكم جدا جدا في حشوة العجوة. أنا جبتها ما بين كيسين بلاستيك، قطعة، فردتها وبدأت أشكلها على شكل مستطيل زي ما احنا شايفين كده. هعمل الكمية كلها وهركنها على جنب بالشكل ده علشان تبقى سهلة معايا في الفرد. جبت العجينة بعد ما ريحت معايا ربع ساعة أو نص ساعة، وبدأت أقطعها. باخد القطعة على قد ما أنا محتاجة أعملها. فردتها بالطول كده وبالعرض عملتها مستطيل زي ما احنا شايفين. طبعا طريقة تشكيلها سهلة، وكمان تشكيل العجوة سهلها معاكي. ممكن بقى تفرديها ما بين كيسين بلاستيك لو حابة، علشان تبقي متحكمة في العجينة، في ان انت تعرفي تشيليها من على الكيس البلاستيك. لو الرخامة عندك ما بتلزقش او ما بتخليش الحاجة تثبت فيها، ممكن تعمليها. طبعا فردتها بالشكل ده وحطيت العجوة، وبدأت أساوي الأطراف زي ما احنا شايفين بتاعت العجين بالسكينة كده. هقفلها على العجوة، ولو في حتة اتفتحت منك أو اتقطعت عادي بتلميها، ومش هيحصل لها حاجة، لأن دي مش هتسيح منك وتطلع لا 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 لا. زي ما احنا شايفين بقى شكلها ايه. خلاص انا قفلتها حلو من تحت، قلبتها على الناحية التانية. حطيت كيس بلاستيك كده علشان ما تلزقش معايا في النشابة اللي انا بفرد بيها، وشوية سمسم على الوش كده. وهثبتهم بايديا وهبدأ اقطعهم صوابع متساوية. إيه، عرض الصبع حسب ما انت حابة، حسب ما انت حابة، بس حاولي ما ترفعوهوش قوي علشان ما ينشفش منك في الفرن. يعني الحجم ده مناسب جدا. بتقطعيها بتلاقيها معاكي بتتقطع بكل سهولة. شايفين العجوة مفرودة فيها كلها، مش في حتة وحتة، لا. طبعا سمك العجينة ما بيبقاش تخين. شايفين؟ مش عايزاه تخين، لا، انا عايزة كده اكل قرقوشة بالعجوة، احس بطعم العجوة جوه القراقيش بتاعتي. طبعا بجيب صينية، الصينية دي مش هدهنها اي حاجة، لان كفاية نسبة الدهون اللي موجودة في القراقيش. طبعا مش هتسيبي مسافة كبيرة، لان هي ما بتخمرش الخمر الجامد. بتخمر بسيط جدا عشان نسبة الدهون فيها عالية. طبعا في فترة ما انا بفرد العجينة كده بكون مجهزة الفرن مشغلاه طبعا على درجة حرارة متوسطة وتحت المتوسطة كمان. انا عايزة القراقيش دي تطلع معايا مقرمشة كده وحلوة، يعني مش عايزة اعليها الاقي القراقيش طلعت معايا طرية وتتحرق مني بقى، لان فيها نسبة دهون عالية. نخلي بالنا من النقطة دي. اشغل الفرن من قبلها
اسيبه لمدة ربع ساعة لحد ما يسخن، وهبدأ ادخل اول صينية انا قطعتها. القراقيش ما بتخمرش، يعني ما تسيبيش القراقيش معاكي تخمر. انتي اصلا عبال ما تخلصي تقطيع هتلاقي اول صينية بدأت تعلى شوية معاكي، هتبدأي تخبزي في اول صينية انتي خلصتيها. هتحطيها طبعا على الشبكة في النص، النار متوسطة وتحت المتوسطة، هيطلع معاكي قرقوشة ملهاش حل. اولا الريحة في الفرن يا جماعة ملهاش حل من الشمر واليانسون اللي احنا حطيناه. شايفين لونها بقى من تحت وفوق ذهبي، جميلة قوي. العجوة جوه طرية وزي الزبدة. عملت معانا كمية حلوة جدا. احنا عملنا 4 كوبايات، والكوباية كانت موحدة في كل المكونات بتاعتنا. حطينا عليها كوباية واحدة بس من الدهون، يعني انا ما عملتش نص كيلو علشان ما تبقاش تقيلة ودهونها عالية قوي. شايفين الجمال؟ دي بقى الصبح مع كوباية شاي بلبن، كابتشينو، اللي انت حباه. حاجة حلوة وخفيفة للأولاد ومغذية. جربوا حبايبي الطريقة السهلة البسيطة دي، أنا متأكدة جدا إنها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.